لكن حقيقة أنا لقيت في الرسالة بتاعتها معنى مهم. بنوتة جميلة، صغيرة السن، أب مطلق أم، مكبر دماغه تماما، ملوش علاقة بالحياة، ما يعرفش عياله في سنة كام، ما يعرفش يعني يعرف أساميهم بالصدفة، يعني ممكن يشوفهم كل 5 6 سنين مرة إن شافهم. أم بتشتغل طول الوقت بره البيت، شغلانة واتنين وتلاتة عشان تعرف تكفي على عيالها، عشان تعرف تصرف على عيالها، عشان تعرف تأكل ده وتشرب دي وتعلم ده وتكسي ده وتلبس دي وتجي ورا ده وتودي ده الدكتور وده عايز دروس خاصة. والقصة اللي كتير من الأمهات أو الستات المطلقة المنفصلة أو الأرامل عايشين فيها. طيب إيه قصة بقى البنوتة الجميلة دي؟ البنت دي بتقول إنه نظرا لأن مفيش بابا خالص، أب مش موجود، ونظرا لأنه ماما بتشتغل طول الوقت بره، فأنا قاعدة في البيت لوحدي تماما. صحاب سوء، و ما تيجي ننزل، ما تيجي نخرج، ما تيجي نعمل. طبعا في مواقف انا مش هينفع اذكرها خالص، لانه انا بقول دايما ان احنا لما نيجي نتكلم حتى لو هنصدر الصوره السيئه فنصدرها بشكل محترم، لان في احتمال كبير قوي يكون في بنانيت صغيرين في نفس السن بيتفرجوا عليا ما كانوش بيتعلموا او ما كانوش متعلمين بعض الحاجات اللي انا ممكن اقولها، فغصب عنهم هم يتعلموها. فبالتالي انا دائما وابدا في اي رسائل بتجيلي بفلترها، لانه حتى لما بقول الحاجه الوحشه لازم اقولها بطريقه صح. المهم يلا نعمل كذا، يلا نروح حته فلانيه، يلا ننزل كذا، طب مش عارفه مين، طب احنا مش عارفه مين سهران عند مين، طب ما تيجي نروح، وهكذا. وللاسف لان الام يا عيني مشغوله طول الوقت بره البيت، فالبنت بتقول ان رجليها كانت هتفلت، كانت هتقع في الخيم. لحد ما احنا دايما بنتهم الرجاله في البرنامج ده ان هم بيعملوا كذا، لكن القصه هنا بقى مختلفه شويه. قابلت شاب راجل محترم، كان بامكانه ان هو يستغلها، كان بامكانه انه يستغل ان مفيش بابا خالص وماما تقريبا مش موجوده طول الوقت، والاخ مكبر دماغه في حته تانية خالص. فكان ممكن نلعب في الدماغ، وكان ممكن نخش بان انا بحبك ووحشتيني واحنا لازم نعمل كذا ولازم مش عارفه ايه وهتجوزك طبعا يا حبيبتي، بس انا اصلي لسه ما اتخرجت، الكلام بقى اللي احنا ايه بنشوفه في الافلام اللي طلعت بجد حقيقه. المهم انه هي بتقول بقى ان هي قابلت هذا الشاب المحترم، هذا الرجل الجميل اللي وقفها واللي قال لها اللي انت بتعمليه ده غلط، واللي قال لها انه انا بحبك وبحترمك، وانه امك او والدتك بتعمل دور سامي جدا ومهم جدا في الحياه، ان هي مكفيه على وشها 3 شغلانات صبح ودور الليل علشان خاطر تعرف تكفي عليكم، عشان خاطر تعرف تصرف عليكم، فبالتالي ده لازم يكون ليه احترام، مش مقابل بتاعه ان انا اخرج وانزل مع اصحابي واتفسح واضرب الدنيا يعني كذا ومحدش بيحاسبني. وقالت انه لولا هذا الرجل او لولا هذا الشاب كانت ضاعت. بعد شويه وقت صغيرين الولد كويس، مستوى كويس، اتقدم، اتخطب. بعد شويه وقت اصغر عملوا كاتب كتاب، وشويه وقت كمان اتجوزوا. دلوقتي في الرساله دي هي معاها طفل، ما قالتش بنت ولا ولد. طيب ايه بقى او ليه انا بقول القصه دي النهارده رغم ان انا عندي قصص مأساويه اكتر من كده بكتير؟ لانه زي ما بنقول في البرنامج ده انه بنقابل انماط من الرجاله بتبقى غريبه جدا علينا، انماط من الرجاله بتبقى عايزه تستغلنا، تستغل مشاعرك او تستغلك ماديا او تستغلك شكلا او تستغلك موضوعا او مهنيا او اسمك
بين قوسين لو كان بيمثل حاجه في المجتمع، سواء انا مثلا لو واحده مذيعه ولا واحده سيده اعمال ولا واحده مذيعه في الراديو ولا واحده مخرجه مشهوره ولا واحده ممثله، ايا كان. زي ما بنقول احنا بنقابل رجاله في حياتنا اشكالهم كده بتبقى غريبه، بنقول كمان بقى فيها وبس ان في ابن الحلال، في واحد كان ممكن يلعب بعقلي ويلعب بقلبي وانا بنوته صغيره، ويقعد يقول لي انا بحبك وبموت فيكي وهتجوزك وبتاع، وينول ما ينول ويقول لي مع السلامه. رفض. هو كان طريق الصح بالنسبه لي، هو اللي وراني الطريق وقال لي اللي انت بتعمليه ده غلط. ولما سمعت الكلام خطبني، ولما سمعت الكلام اتجوزني، ولما سمعت الكلام خلفت وعايشه سعيده ومبسوطه وراضيه. لا عمره ذلني زي ما هي قالت، ولا عمره قال لي فاكره مش عارفه ايه، ولا عمره قال لي، وهي بتقول الحمد لله رب العالمين هي ما عملتش اي حاجه حرام، ما عملتش اي حاجه غلط، لكن رجليها كانت هتنفلت في ده لولا الراجل ده. نستفاد ايه بقى من هذا الموضوع غير انه في راجل كويس وراجل وحش وده طبيعي؟ ادعي من قلبك، ادعي من هنا وانتي ساجده، ادعي له يا رب اديني ابن الحلال اللي يحافظ عليا، اللي يطبطب عليا، اللي لما اعمل حاجه حلوه يقول لي كتر خيرك، اللي لما اعمل حاجه وحشه ما يقوليش انتي ما بتفهميش، يقول لي كده غلط، اللي ما ياخدش كلمه نظره اولى وانه نظره حلال وانه عادي جدا إن يعني ده انا يعني هبغض البصر بس هعمل ايه، هي اللي كانت واقفه قدامي وبعدين انا اضطريت اخد نمره التليفون عشان هي وقعت اتكعبلت قدامي فانا اضطريت غض البصر بقى والكلام ده. لا هنقول ان احنا نبقى قاعدين مع بعض يقول لي بصي الست الحلوه، اقول له اه ست جميله مش عارفه ايه بس انا احلى. ناخد الراجل اللي يحبنا، طبطب علينا، يقف في ظهرنا، يزودنا، ما يسحبش مننا، يقول لي انت هتعملي الصح وانا همشي وراكي او همشي قدامك وهدلك على الطريق، يسكت. مش لا فاكره لما كنتي بتعملي مش عارفه ايه وده انت تحمدي ربنا. هو ده احنا بنقوله فيها وبس. اختاري صح، ورجاله الكويسين كتير كتير، زي ما بنقول ان في رجاله وحشين في القصص اللي بتبعت لنا، لكن انا بقول ان في رجاله كويسين كتير. بس اقفي على ارض صلبه واختاري صح وادعي ربنا. وانا ده رأيي أو مش ده رأيي، ده يعني إعجابي بهذه القصة وبمنتهى الأمانة.